بقى ما انت كسبت المقاولين 6 وكلكم طلعتوا اتكلمتوا عن عبقرية اوسيريو في ان هو كسب فرقة المقاولين وكسب شوقي غريب 6-1. النهارده انت كنت متأخر بهدفين فكسبت فيوتشر في الاخر 3-2. فالنهارده هتتكلموا كلكم عن عبقرية اوسيريو في ان هو حول النتيجة 2-0 لصالح فيوتشر ل 3-2 لصالح الزمالك. لكن اللي همني واللي لاحظته في المباراة دي اداء جنش وعبقريه جنش وذكاء جنش وكل حاجه حلوه فيك يا جنش. ايمن يونس نفسه طلع قال بصراحه جنش له دور كبير جدا في تحول النتيجه من 2-0 ل 2-2 في الشوط الاول. فجنش النهارده يا جماعه كان ذكي شويه، كان يغلط الغلطه ويشتم المدافعين، كان يغلط الغلطه ويطلع يضرب الحكم، كان يغلط الغلطه ويعمل نفسه متضايق، كان يغلط الغلطه ويروح للحكم ما بين الشوطين ويعرفه ان هو متعصب ومتضايق. اللي انت عملته النهارده يا جنش واضح، ما هو ده مش مستواك اللي كان قدامنا يا جنش. انتوا كلكم كده، كل اللي كان في نادي الزمالك واللي اتربى في نادي الزمالك كده. اصل انا لما هقول لك انت مفوت او متساهل ده اقل حاجه اقولها لك. ما تقنعنيش الضربه الثابته اللي لعبها زيزو دي انت مش شايف هو يلعبها ازاي. ده واضح قوي ان هو يسددها على المرمى يا جنش، فاتح له الزاويه قوي. يا اخي عيب يا اخي، يا اخي عيب. ما تسيبوا الزمالك يكسب يا جماعه. حتى النهارده الحكم الفاول اصلا بتاع الضربه الثابته خلاص هي فاول الفتوح بالمناسبه، خلاص الكره مشيت اكتر من تقريبا 5 6 ثواني 7 ثواني ورجعت الاهلي اصلا. ولا لازم اسمه شيكابالا يضغط عليك، مدحت عبد الهادي من بره يضغط عليك فتحسبها والزمالك يكسب. معلش يا عم شيكابالا النهارده انت ما خدتش طارد. النهارده شيكابالا كان بيعمل المستحيل ان هو يتطرد، حاول يتهجم على الصباح اكتر من مره عشان يتطرد. ليه بقى؟ عشان ياخد اللقطه، عشان الاعلام الزملكاوي بعد المباراه يقول لك طردوا شيكابالا عشان ما يلعبش ماتش الاهلي. لكن الحمد لله شيكابالا موجود وهيلعب ماتش الاهلي يوم الخميس. لكن استوقفني